السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. كل سنه وانتم طيبين. الموسم الدراسي ابتدى. بدل ما تروحي بقى تقفي في فرن المخبوزات قد كده عشان تجيبي طلباتك، تجيبي عيش فينو، تجيبي بقى ايه باتيه، تجيبي تجيبي بكل الحاجات دي. هتعمليها في البيت بطريقه سهله جدا واقتصاديه جدا وموفره جدا. هتقولي لي طيب انا ما عنديش وقت ان انا اعمل وخلاص، يعني الدراسه ابتدت. صدقيني انت كل يوم اعملي حاجه كده، والله ما هتعمل معاكي حاجه، هتوفر معاكي كتير. ما تعمليش كميه كبيره وتفضلي واقفه كتير. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وهنبتدي باول وصفه معانا. هنعمل ايه؟ هنعمل مع بعض ان شاء الله الكرواسون بالجبنه بطريقه سهله وجميله وحلوه، والولاد يحبوها. شباب بقى، اولاد صغيرين كبار. بتشتغلي، تدي كم قطعة للزوج ليكي وانتي رايحة الشغل، للولاد. صدقيني وصفة سهلة جدا. اول حاجة بنسمي بسم الله. عندنا هنا نص كيلو من الدقيق، حطينا له معلقتين كبار مليانين من السكر، معلقة كبيرة من الخميرة، ربع اللهم صل على النبي، ربع كوباية زيت. ونبتدي ننزل بمية عادية خالص من الحنفية، ولو الجو عندك يعني في نسمة برودة شوية يبقى مية دافية. ونبتدي نعجن المكونات دي مع بعضيها. عايزة تضيفي لبن بودر، عايزة تضيفي بيضة، عايزة تضيفي تعجني بزبادي، تعجني بلبن رايب، اللي بتحبيه. هنبتدي بعد كده نجمع العجينة بطريقة سهلة. طبعا في كتير منكم هيقولوا دي ست فاضية ورايقة والوقت عندها ويعني ايه بتعمل. لا صدقيني والله، والله يعني ما هتاخد من وقتك كتير. حتة العجينة هتتعجن معاكي تخمر، سهلة التشكيل، مش هتاخد معاكي وقت والله. انت بس سمي بسم الله كده، وربنا يحسن ما بين ايديكي وبيبارك في الحاجة كمان، ويخلي كده حاجتك فيها بركة تخلص بسرعة. هنبتدي بقى نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. نسيت اقول لك ما تنسينيش بدعوه حلوه. هنبتدي بقى. بصي العجينه ما شاء الله، يعني خدي. طبعا ما اقدرش اقول لك على كميه الميه اللي بياخدها الدقيق، عشان انا مثلا لما بجيب نوع دقيق انت بتجيبي نوع تاني، فكل دقيق بيختلف بقى ايه في شربه لشويه الميه اللي بيشربها. ابتدي بقى اعجن العجينه. انا عايزاها عجينه لينه كده، مش عجينه لا متماسكه ولا سايله قوي. زي ما انت شايفه العجينه ما بين ايديا يا دوبك بتلزق في الايد، وشويه وهتلاقي التلزيقه دي راحت مع العجن. واهم حاجه بقى ان انت تعجني حلو. العيال بقى مضايقينك، المصاريف بتاعت الدراسه بقى اليومين دول، طلعي كله في قلب الايه، في قلب العجينه. هنبتدي بقى نحطها في الطبق كده ونغطي عليها، ونسيبها بقى تلت ساعه، نص ساعه، ساعه، حسب المكان عندك وحسب الخمر. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله العجينه بقت تمام. اهم حاجة ان العجينة معاكي تبقى ايه، خميرتها حلوة. وادي العجينة قدامكم زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، بتحسي كده ان هي ملبن. بصي ابتديت اشكلها كده تشكيلة بسيطة، وعايزة اقسمها لاربع قطع. نسمي بسم الله، صلى على حبيبنا الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ونبتدي نشكل كده الايه العجينة بتاعتنا. نبتدي نكورها بقى كل قطعة كده نكورها بالشكل ده. ولو في واحدة كبيرة يعني ايه، خدي منها وحطي في الصغيرة بالشكل ده. ابتديت بقى احطهم ونغطي بقى على الباقي عشان الوش بتاعها ما ينشفش، او تدهنيها بشوية زيت وبرضو غطي عليها. ابتديت هنا ممكن ترش على الرخامة شوية رشة دقيق، وممكن دهنة زيت بايديك. يعني ما بعملش فطير مشلتت، لا، ده دهنة زيت بس على الرخامة عشان العجينة تمشي معايا، يعني حاجة بسيطة خالص. ونبتدي بقى ايه، ندور العجينه بالشكل ده. عايزاها بقى ايه، مدوره قدر المستطاع. ما طلعتش معاكي مدوره ومظبوطه، بعد ما تخلصيها فرد هتبتدي تجيبي صينيه كده وتدوريها، او طبق كبير وتدوري من حواليها كده. هنعمل بقى كرواسون بالجبنه وبالشوكولاته بطريقه سهله وجميله، ولادك هيحبوه جدا والله، والله صغيرين او كبار. نبتدي بقى نسمي بسم الله وناخد الدايره دي. لو الدايره عندك مش مظبوطه زي ما قلت لك، هتحطي بقى صينيه او حاجه مدوره عندك، ايه وبالسكينه كده على الداير كده لغايه ما تطلع معاكي مظبوط. نبتدي بالسكينه كده ايه نظبطها زي ما انتم شايفين كده.
نفتح لها بس فتحة دي، ممكن يعني تستغني عنها او تفتحيها اللي هي الفتحة الصغيرة دي. هنبتدي بقى بعد كده اي نوع جبنة، جبنة بيضة، جبنة اسطنبولي، عايزاه سادة، جبنة رومي. انا هعمله النهاردة بجبنة رومي بأي حشوة، ولو انت عايزاه سادة اعمليه سادة. وانا بشتغل بقى وانا بعمل لها رول كده، بحاول امط العجينة في ايدي علشان تبقى ايه مدياني طول اطول شوية. وخلي بالي عشان الجبنة ما تخرجش بره قدر المستطاع، فبحاول بقى ان انا اظبطها بالشكل ده. باخد المثلث افتحه شوية جانبي كده واشده بالطول لورا، اللي هو المثلث من ورا. هبتدي الفها، بصي هروح شداها، يروح المثلث من تحت ما ايه مشدود بالشكل ده. سهلة جدا وبسيطة وزي ما انتوا شايفين. ويا سلام ده بقى في يوم لو انتي حضرتك موظفة او حاجة، ممكن بقى كده يوم الاجازة اعمليه. هتقولي بقى يوم الاجازة وبرتاح فيه، لا اعمليه بس ايه نص ساعة كده، خدي ساعة من وقتك اعمليه وحطي وجهزيه للاسبوع بطوله، وحطي بقى في الفريزر وطلعي منه للولاد بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. هحط القطعة وشد المثلث لقدام كده وابتدي الف رول، واخلي القطعة الملفوفة لفوق، واحاول ان انا اتنيه شوية. هو المثلث بيبقى قدامي، بروح ايه مطولة فيه شوية بالشكل ده، واحط بقى ايه نوع الجبنة اللي انا ايه هحشي بيه. وبكده خلصت الجبنة. نبتدي بقى نعمل دايرة تانية او كرة تانية للايه للشوكولاتة بالشكل ده. هنجيب بقى شوكولاتة، لو عندك شوكولاتة اللي هي النوتيلا دي بتبقى سهلة جدا. عندك شوكولاتة زي ما انا عندي كده شوكولاتة اللي هي الشوكولاتة الخام، اي نوع شوكولاتة موجودة عندك بتستخدميه. المهم انك تشتغلي وتعملي يا وزة. مش المهم في الحاجة. على فكرة شوية دقيق هيقضولك الغرض والله. شوية دقيق، حتة سمنة، حتة زبدة اللي موجود، شوية زيت. والله اللي يعني طول ما في شوية دقيق في البيت في خير. تملى اقولها على طول، في خير في البيت. وانتي بقى عايزة تحشي الحاجة، مش عايزة تحشيها عايزاها سادة زي ما تحبي، بس والله هيعملوا لك كمية حلوة. يعني نص كيلو دقيق ما شاء الله عامل لي يعني ما شاء الله عامل لي كمية حلوة قوي. هنا بقى دوت اللهم صل على النبي، كرواسون اللي هو الجبنة. جبت بيضة كده حطيت عليها شوية خل، معلقة خل كده، ويعني طرطفة معلقة صغيرة كده فلفل اسود عشان الزفارة بتاعة البيض. وابتديت ادهن الوش كده، وولعت الفرن على درجة حرارة اعلى درجة حرارة، وحطيته بقى في الفرن يستوي كده ويطلع. ودوت كرواسون شوكولاتة برضو هندهن وشه بالبيض. وطبعا ما نبقاش مكترين كمية الشوكولاتة عشان ما تخرجش مننا بره. نبتدي ندهنها ونحطها برضو في الفرن تستوي معانا. عايزه اقول لك ما خدوش مني وقت. عايزه بقى تعملي كيلو، عايزه تعملي 2 كيلو، انا عامله نص كيلو دقيق. ما شاء الله دي اهو بقى طالع بقى مستوي من تحت ومن فوق، حاجه كده في منتهى الجمال بجد. بصي هو مش محتاج ان انا اتكلم عنه، هو لسه سخن. المهم اهي بصي بقى الرولات بتاعت الكرواسون كانك عاملاه بزبده، وانا لا عامله زبده ولا حاطه فيه اي حاجه. هي حته الجبنه الرومي ومعجون بطريقه سهله جدا. بصي طالع مورق كده وطري وجميل. ده طبعا كرواسون شوكولاته سخن. لسه طالع من الفرن. بصي هشه والله بجد. يعني مش عشان احنا عاملينه، لا ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب، وكله بمشيئة ربنا. العجينة طالعة ممتازة. عملت فيها اي افتكاسات؟ ما عملتش فيها اي حاجة. عجينة عادية خالص بشوية خميرة وشوية سكر، طالعة ممتازة. دوت بقى حطيت هنا اللي في جنب الشوكولاتة وفي جنب الجبنة. طبعا ده بعد ما دقنا بقى وكلنا دي الكمية اللي اتبقت. بصي بقى يعني بجد هشش في منتهى الجميل. بصي اللفة بتاعت اللهم صل على النبي بتاعت الكرواسون او بتاعت العجين. بصي اللفة عاملة ازاي، بصي مفرغة من جوه، هشة. طبعا الجبنة طبعا لازم تبقى سايحة، كنت تحطي جبنة موتزاريلا، ممكن اي حاجة، اي حشوة، بس المهم انه يطلع كويس زي ما انتوا شايفين كده في منتهى الجمال. طريقة روعة ما حصلتش. وعندي هنا برضو تعالوا نشوف برضو كرواسون الشوكولاتة.
بصي الظهر السوا شوكولاتة زي ما هي جوه. بصي الشوكولاتة ما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال، ما خرجتش بره العجين زي ما انتوا شايفين كده، يعني ما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال. طبعا كنت مكترة في الجبنة اكتر ما انا مكترة في اللهم صل على النبي في الشوكولاتة. بصي بتاكليها حاجة دايبة كده وبتدوب ومورقة في نفس الوقت، مش كده عجينة مكتومة أو مقفلة في بعضيها، لا خالص، سهلة وبسيطة والشوكولاتة جوه، سواء الشوكولاتة أو الجبنة ممتاز. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على حبيبنا الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبتدي بالوصفة التانية. معانا هنا 4 كوبايات من الدقيق، يعني ما يعادل نص كيلو من الدقيق. عايزة تضعفي الكمية ضعفيها. هنضيف لها ايه؟ هنضيف لها كيس خميرة او معلقة خميرة كبيرة. نبتدي بعد كده نضيف 3 معالق مليانين من السكر ونص معلقة من الملح بالشكل ده. ونبتدي بعد كده نجيب مية عادية بحرارة المطبخ، او هنضيف كمان 3 معالق من الزيت. ونجيب بقى مية عادية بدرجة حرارة المطبخ أو تكون فترة حسب الجو عندك. ونبتدي نسمي بسم الله ونعجن عندنا العجينة. طبعا أنا المعجنات بتاعتي بتبقى سهلة جدا وغير مكلفة بالمرة، اقتصادية اقتصادية اقتصادية. حطي تحتها شرط كده 3 شرط. هنبتدي بقى نعجن العجينة، وأهم حاجة في نجاح المخبوزات معاكي هي العجن. لازم نعجن العجينة حلوة ونديها حقها علشان هي كمان تدينا حاجة كويسة. بصوا طبعا كلكم عارفيني ودي طريقتي، لازم انزل على الرخامة واخد ودي معاها بقى، اتخانق معاها، احبها يعني، افضفض لها، يعني اسبح عليه اي حاجة. فده السر ما بيني وما بين العجينة، ان انا احب كده ايه اتعامل مع العجينة على الرخامة. واحيانا ما اعجنش في الطبق خالص، اعجن على الرخامة على طول. هي بتبقى عايزة يعني ايه دقة شوية، يعني ان انا ابقى حذرة شوية عشان المية والدقيق ما يفلتوش. بس ايه بحب اعجن كده العجين. ابتديت بقى اعجن العجينة بالشكل ده، الطريقة المعتادة بتاعت مطبخ صفاء. نعجن العجينة حلوة، نتخانق معاها، وبعد كده هي هتدينا بقى ايه نتصالح معاها بعد كده، يعني بعد الخناق نتصالح مع بعض. بصي العجينة بقى ما تكوني بتشتغلي فيها تقعدي بقى تعجنيها تقريبا 10 دقايق، وتجيبيها بقى على الناحية دي وتقلبيها على الناحية دي التانية كده على الوش التاني عشان تحسي انها ايه بتتعجن معاكي. بعد كده بنكورها حلو بقى كده ونحطها في البولة بتاعتها ونغطيها ونسيبها بقى ايه في مكان دافي لغاية ما تخمر. اول ما تخمر العجينة نبتدي نشتغل فيها على طول. هنسمي بسم الله، غطينا على العجينة بتاعتنا وخمرت بالشكل ده. هنبتدي بقى ناخد المفرش، مفيش مفرش طبعا، الرخامة بتاعتنا مغسولة ومتنضفة وتمام التمام. طبعا احنا ما قلناش احنا هنعمل ايه، احنا هنعمل بقى الميني بيتزا بطريقة موفرة. عايزة اقولك ان دول 4 كوبايات دقيق، يعني سهلة جدا جدا جدا، ومن الحاجات بقى اللي ما فيش حد بيعترض عليها. بدل ما تروحي بقى تجيبيها بالشيء الفلاني سواء هي او اي معجنات، اعمليها في البيت مش هتاخد منك وقت. اعملي بقى اللي موجود عندك، يعني هي ما بتاخدش حاجة، اللي متوفر واللي موجود انا هشتغل بيه. ابتديت اقورها كده زي الليمونة الصغيرة. ابتدي كده اخد العجينة اخنقها كده بايدي تطلع بقى كرة زي ما انتم شايفين. هنبتدي نسمي بسم الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ناخد اول واحدة كده ونبتدي كده ايه، بصوا هي مش هتاخد وقت، وممكن تفردي العجينة بدل ما تعمليها كده كور، ممكن تفرديها على الرخامة وتجيبي بقى ايه قطعة مدورة كده او طبق وتقطعي دواير دواير. بس الطريقة دي سهلة جدا وممكن تعملي اي طريقة انت بتحبيها. بصي هي مش بتاخد وقت في الفرد، هي طالما خمرانة ومرتاحة، والله احنا اللي عايزين نرتاح. نعمل ايه؟ نفردها بالشكل ده اهي. بصي بتعملي كمية مفيش، ما بتاخدش من معاكي حاجة. وخلي بالك الكمية مش كمية الدقيق مش كتير. ونبتدي بقى نفردها بالشكل ده.
ما شاء الله بتلاقي واحدة ورا التانية، انا مش راضية اقطع المقطع، بتلاقيه ايه ورا بعضيها ورا بعضيها بتخلصي. مش ان انا بقعد بقى اعجن كتير يعني ان انا اقعد افرد كتير، لا مش بتاخد وقت. اول صينية خلصت اهي، بسيبها بقى ايه ترتاح شوية قبل ما اخلص فرد الايه الصينية التانية. دي الكمية اللي معايا. ابتديت هنا عندي بقى ايه صلصة تكوني عاملاها في البيت، صلصة تكوني جايباها جاهزة، حطي عليها كده بصلاية، فصين من التوم، شوية فلفل اسود، شوية بابريكا، شوية توم باودر، بصل باودر، شوية كمون، شوية كزبرة، ممكن تحطي زعتر لو بتحبي. وابتدي بقى ايه سبكيهم على النار كده بالشكل ده، مع شوية ملح وايه واللهم صل على النبي، ومعلقة سكر. ادي الصلصة بتاعتنا فردناها بقى على وش الميني بيتزا بالشكل ده. نخلص بقى ايه الكمية كلها نفردها. الحشوة بقى اللي هتحطيها فوق، حطي بقى اللي انت عايزاه، عندك لحمة مفرومة حطي، عايزة فراخ حطي، عايزة يعني المهم انا عاملة بقى هنا ايه تجميعة كده عبارة عن فلفل اخضر متقطع، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، جبنة بتاع قطع من اللانشون، لانشون فراخ على لانشون الموجود كان عندي، انا حطيته كده بالشكل ده، وزيتون. ابتديت احطه على وش الميني بيتزا. في الفترة دي الفرن والع على درجة حرارة 200 او الدرجة الحرارة العالية بتاعة الفرن العادي بتاعك، وتحطيها على الشبكة في النص. هي هتلاقيها سبحان الله بتستوي كده، وما تنشفيهاش في الفرن عشان ما تطلعش معاكي ناشفة. يعني ما تقوليش ده لسه الجناب مثلا ما احمرتش، لا مش شرط ان هي تحمر معاكي. المهم ان هي تطلع كده مستوية وسفنجة، واللون بتاعها في منتهى الجمال. زي ما انتوا شفتوا كده اول صينية خرجت معانا حاجة كده في منتهى الجمال. بصي طراوة العجينة ما شاء الله حاجة كده في منتهى الجمال. دي برضو تتحط في اللانش بوكس للولاد، او تتحط بقى ايه بعد كده يجوا بقى يذاكروا ويروحوا الدرس. حاجات سهلة جدا معاكي وموفرة واقتصادية، احسن من اللي هتجيبيها من بره، وانضف كمان. بره مش هيحط لك الجبنة الموتزاريلا دي ولا هيحط لك الحاجات دي. بصي طراوتها سفنجة، والله بتلاقيها سفنجة معاكي. يا الله. بصوا انا كنت عاملاها يعني سهلة جدا اهي. بصوا تعالوا بقى نطلع الصينية التانية. بصوا ما شاء الله كمية حلوة جدا جدا جدا. تخيلي بقى كيلو الدقيق يعمل لك قد ايه. وعايزة اقولك ان احنا بقى ايه اللي في الطبق ده قل. نحب ندوق احنا واحنا بنشتغل، ما بنستناش حتى، لا احنا بنحب ايه ندوقها كده وهي طالعة من الفرن. ما احنا لازم نحكم عليها برضه. فدي من الحاجات السهلة الجميلة اللي برضو ما بتاخدش منك وقت ومحبوبة جدا جدا جدا. انا جايبه لك 3 وصفات احلى من بعض، بنحبهم جدا. بصي السوا من تحت ومن فوق، حاجة كده في منتهى الجمال. وفي نفس الوقت الميني بيتزا او قرصة البيتزا ما شاء الله هي طبعا سخنة طالعة من الفرن. وانا مصممة برضو ان انا ايه يعني مش هسكت بقى، لا. بس انا كمني مبسوطه من الشكل بقى بتاعها والطعم بتاعها، ففعلا هي في منتهى الجمال. نبتدي بقى نطلعها كلها بالشكل ده. بصي كميه ما شاء الله، يعني ايه من الحاجات اللي مش هقولك بقى قومي الصبح اعمليها قبل الدراسه، لا اعمليها من بالليل، اعمليها قبلها بالوقت اللي احنا فيه، عشان انا منزله بعتبر متاخر. تعمليها وتحطيها في الفريزر، او يعني وهي كده بردت روحي حطها في اكياس التلاجة او في علبة وحطيها في الفريزر. وبعد كده هتقومي الصبح تطلعيها ان شاء الله وتحطيها في اللانش بوكس عقبال ما الولد يروح بيها المدرسة تكون فك. وده الشكل بتاعها سهلة وجميلة وفي منتهى الجميل. بصي حاجة كده طرية جميلة، يعني بجد يعني انا عماله اكرر الكلام، بس عايزه اقولك ان الوصفه سهله جدا وبسيطه، كانك خبزاها يعني بكل حاجه. يلا بينا بقى نصلي على حبيبنا الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
عندنا هنا طبق حطينا فيه كوباية مية دافية أو بدرجة حرارة المطبخ، حطينا فيها معلقتين كبار من السكر. هنبتدي بعد كده نضيف عندنا معلقة خميرة أو باكت خميرة، وعندنا هنا ربع كوباية من الزيت. هنبتدي نقلب المكونات دي مع بعضيها ونشوف بقى السوائل دي هتحتاج معانا قد ايه. حطينا كمان ممكن تجيبي كيس صلصة جاهز او صلصة عندك، حطي معلقة مليانة من الصلصة. حطينا كده، بعد ما حطينا المعلقة قلبناها مع بعض ونبتدي نضيف 3 كوبايات من الدقيق ونشوف هتحتاج معانا قد ايه من الدقيق. حطينا كده 3 كوبايات. هنبتدي نحط نص معلقة من الملح ونبتدي نعجن العجينة بتاعتنا. طبعا لسه عايزة دقيقة اهي، يبقى دول 3 كوبايات، نص كوباية. ونبتدي نحط عندنا نشوف بقى ايه العجين هياخد مع لسه عايزة ايه معانا دقيق. احنا كده حطينا نص كوباية، نحط بقى حبة بحبة حسب ما تاخد معانا. دي بقى ايه يعني، ابتديت بقى احط حبات. طبعا هي لسه عايزة شوية دقيق. هبتدي احط بقى ايه على الرخامة كده شوية. كده احنا تقريبا 4 كوبايات من الدقيق. هي خدت معايا 4 كوبايات ونص من الدقيق، لان انا لسه هضيف شويات كمان بالشكل ده. ونبتدي نعجنها، وعايزين العجينة ما تبقاش صعبة يعني ما تبقاش يابسة او جامدة، عايزينها سهلة. هنبتدي بقى بعد كده اهو بالشكل ده نجمعها بقى على الرخام لغاية ما احس ان هي ما بقتش بتلزق معايا. عايزة تضعفي الكمية بتضعفي الكمية. عايزة بدل ما تضيفي بدل المية لبن، ماشي، عندك لبن رايب اشتغلي بيه. العجين بيقبل اللبن الرايب بشكل رهيب. كوباية زبادي ماشي، اللي انت حباه تضيفيه عليها ضيفيه. بس انا بجيب لك طرق اقتصادية وانا بعملها ليا كده، مش هقولك بقى انا بفتي فيها، لا والله العجينة بتطلع معاكي روعة. شفتي انت النوعين الاولانيين وهتشوفي النوع التالت. بس بقى العجينة اهي ما شاء الله. وزي ما قلت لك انا ما بحبش اعمل عجينة تبقى ايه جامدة، لا. هي انت حتى هي بتبقى باينة ما بين ايدين الواحد، يعني بحب اعجن بالايد بعرف ملمسها ايه بالشكل ده كده. بعد كده بجمعها لغاية ما وصلت للنعومية اللي انتوا شايفينها دي، احطها واسيبها بقى ايه تخمر معايا. بعد كده رشيت رشة من الدقيق، وهنبتدي نكور بقى ايه كور صغنطوطة خالص قد الليمونة الصغيرة. انا بحاول اغطي ايدي بالدقيق او ممكن تغطيها بالزيت وتشتغلي في العجين، لان العجينة شبه بتلزق. فلما اغطي ايدي بالزيت او اللهم صل على النبي او بالدقيق هيعمل عازل ما بينها وما بين الايه وممكن ميه برضو، بس الميه هتخليها تلزق اكتر. بس الكرة قد ايه حاجة كده صغنطوطة. ممكن برضو بدل ما تعملي الكور دي تدهني الرخامة بشوية زيت او تدهني مسحة زيت، مش زيت كتير، او ترش دقيق وتحطي العجينة بتاعتك وتفرديها فردة كبيرة كده. تفردي العجين وبعد كده تقطعيه لدواير. الاسهل فيهم ليكي اعمليه، يعني يا تعمليها كده يا تفردي العجينة ايه اللهم صل على النبي وتقطعي. هي اهي كده بدورها وابتدي احط فيها حشوة جبنة، اي نوع جبنة انت بتحبيه. هنعمل ايه، نعمل بوريك الافران بطريقة سهلة وجميلة وفي منتهى الجمال. نحط القطعة كده ونبتدي نقفل عليها زي القطايف، وبعد كده نخلي بس التقفيلة في النص. بعد كده بنحاول ايه نعملها مثلثة. الاولانية دي مش مظبطة معايا قوي، بس هتظبط معايا بقى بعد كده.
زي دايرة القطايف. نبتدي نحط قطعة الجبنة ونبتدي نقفل عليها من النص اهي، هعملها في ايديا كده اهي زي القطايف بالظبط. نبتدي بقى ندوس عليها كده من الجناب ونحاول نسويها ونعملها مدببة كده من الجنبين. بصي الكرة صغنطوطة والدايرة يا دوبك عايزاها اكبر اعمليها اكبر. نقفل عليها كده ونحاول نظبطها عشان تطلع مثلثة من فوق 7 و8 كده قدام بعض. بالشكل ده اهي. بعد كده بعد ما رصيناها بقى هنبتدي برضو عندنا بيضة حطينا عليها معلقة من الخل، يعني سنة صغيرة من الفلفل الأسود، ونبتدي ندهن عندنا المعجنات. ممكن تدهنيها بلبن، وممكن لو شوية نسكافيه ولبن، عسل ولبن، لبن بس زي ما تحب. يعني في ناس كتير ما بتحبش دهان البيض. نبتدي بقى نرش عليها حبة البركة أو سمسم، وده اختياري، عايزاها سادة اعمليها سادة. نكون مولعين الفرن على درجة حرارة 200 أو أعلى درجة في الفرن، ونبتدي نحط المعجنات بتاعتنا. المعجنات ما بتاخدش سوا كتير في الفرن، يا دوبك هي تستوي تلون على طول تطلعيها عشان تطلع معاكي في نفس الوقت طرية وحلوة ومش ناشفة كده وواقفة كده، يعني طعمها تيجي تلاقيها بتقرمش أو ناشفة، لأ. خرجت من الفرن اهو، بصوا بقى السوا بتاعها من تحت ومن فوق ما شاء الله، وقبة كده وجميلة ومش مكتومة. بصوا عاملة ازاي، واللون بتاعها تحفة. قوليلي انت بالله عليكي تختلف حاجة عن البوريك بتاع الأفران؟ والله ما تختلف حاجة. اهي بصي عاملة ازاي، فعلا جميلة وفي منتهى الجمال ومش هتاخد منك وقت خالص. يا الله، لا إله إلا الله، سيدنا نبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. دي برضو ممكن بعد ما تخلصيها تحطيها في كيس تلاجة أو في علبة تلاجة وتحطيها في الفريزر، وقت الاستخدام هتطلعيها هتبقى سهلة معاكي جدا جدا جدا. هيفطروا بيها قبل ما يمشي، أو تحطيها في اللانش بوكس، أو وقت الدروس تبقى معاهم وهم رايحين الدرس أو في درس عندك، زي يعني إيه في كل الأوقات هتلاقيها موجودة. انتي وانتي رايحه الشغل، لو عندك لو انتي موظفه هتاخدي كام قطع معاكي مع كوبايه شاي حاجه كده تمام، او كوبايه النسكافيه بتاعتك لزوجك لولادك، حاجه كده في منتهى الجمال. يا رب الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تستفادوا منه، وان استفدتوا منه وعجبكم ما تنسونيش بدعوه حلوه ولايك حلو من ايديكم. اسيبكم في امان الله ورعايته، مع الف سلامه حبايب قلبي.